تأتي في وسطنا يا يسوع، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. روح الله، روح الله ادعوه. روح الله ندعوك، تأتي في وسطنا، تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، ترشد وتعزي، سد علينا الآن. أنت الروح المحيي، أنت الرب الشافي، يسوع الشافي، ترشد وتعزي، سد روحك يا رب، سد علينا الرب الآن. يسوع المسيح، سد علينا الآن يا روح الله. روح الله ندعوك، هللويا. تأتي في وسطنا، شكرا لأنك في وسطنا. تملأنا بالقوة، تحيا فينا الآن. أتينا إليك نلتمس وجهك، ربنا ندعوك أن تأتي وسطنا. أتينا إليك نلتمس وجهك، ربنا ندعوك أن تأتي وسطنا. يسوع نحبك، نعبدك، نجثو أمام جلال شخصك. يسوع نحبك، نعبدك، نجثو أمام جلال شخصك. قل أنت مستحق، أنت مستحق أن تأخذ مجدك. يهوى يهوى قدوس نبارك اسمك. أنت مستحق أن تأخذ مجدك. يهوى قدوس نبارك اسمك. لك يا رب، لك يا رب الكرامة، الحكمة والقدرة والقوة والسلطان. هللويا. لك يا رب الكرامة، الحكمة والقدرة والقوة والسلطان. أشعياء 53:5 بحبره شفينا. يوحنا 6:2 وتبعه جموع كثيرة لأنه أبصروا آيات التي كان يصنعها في المرضى. أنا الرب شافيك. 23 وتعبدون الرب إلهكم فيبارك خبزك وماءك وأزيل المرض من بينكم. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. آمين.
محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، وأنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني يسوع. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني يسوع اشفي باسم الرب. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أمر قلبي بحنانك وارويني. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك وارويني. هاليلويا. صار لي فترة محضر كم موضوعين 3 حتى أقدمهم، لكن أنا دا أرجع من الشغل الرب قاتني فد موضوع رح أقرأ لكم إياه في إنجيل لوقا 11. فمن منكم هو أب يسأله ابن خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة فيعطيه حية بدل السمك، وإذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا. فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطية جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. لما كنت صغير كنت أني أروح لأبويا أقول له باب اعطيني فلوس، باب اشتري لي بنطلون، باب اشتري لي قميص. كنت طماع بس شنو؟ في المحبة. أبويا لما كان يشتري لي كنت أشكره. أكو طمع يختلف عن طمع، فأريد هاليوم تصير أنت طماع لأبوك السماوي. الشكر هاليوم كلتنا مرضى في وسطنا. أنا ما عندي موهبة شفاء، لكن عندي إيمان أقل من حبة الخردل. أقول لهذا المرض اللي في حياتك أمره، قل له اخرج خارجا من حياتي. أمر كل مرض، كل انحناء، كل نفس مرة، كل نفس حزينة، كل شيء اللي سلب عدو الخير من حياتك. اطلب هاليوم أريدك تصير طماع في بيت أبوك. أنت في بيت أبوك، في بيت الملك، في حضرة القدوس. صير طماع بس الشكرة. لما تاخذ الشكرة، خلونا هاليوم ككنيسة قلب واحد، محبة وحدة، روح واحد. خلونا نصلي من أجل كل مريض تعرفه، أخوك، ابنك، بنتك، ابن عمك، ابن خالك، صديقك. خلينا نصلي صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. أنت الرب اعطاك سلطان، مو بس تدوس الحياة والأقارب، حتى المرض يهرب من أمامك. رجاء ككنيسة المسيح، كجسد المسيح الواحد، خلونا نغمض عيننا ونرفع هذا القلب المكسور والمتعطش للرب يسوع. يا رب يسوع، جايين ككنيسة فديتها بدمك الغالي على عود الصليب. جاي يا رب بكل طمع في المحبة فيك اللي اشتريتني بيها يا رب. جاي بطمع أنك يا رب تشفي كل مرض في وسطنا باسم الرب يسوع المسيح. تحت الدم كل مرض، أي جسد عقيم، أي جسد مريض، الرب يقيمه باسم الرب يسوع المسيح. يا رب باسمك أنا، باسمك وليس اسم آخر، باسمك يا رب. أنت واثق فيك وبقوة جراحك، واثق بدمك أنك تشفي. وكل المتسلط عليهم إبليس قادر تحررهم، قادر تشفيهم يا سيدنا الرب. أرجوك يا رب كنيستك تصرخ، كنيستك تخاطبك، كنيستك يا رب تبكي من أجل المرضى يا سيدنا. في وباء قادم،
في أمراض قادمة يا سيدنا الرب. أرجوك يا رب، أنا جاي كأب، أنت أبويا وأني ابنك، واثق فيك ومحتمي فيك وبقدرتك أنك تستطيع كل شيء ولا يحسن عليك أي أمر. اشفي مرضانا في وسطنا بكنيستنا واللي يشاهدونا يا سيدنا الرب. كل مريض الآن ترسل كلمتك فتشفي يا سيدنا الرب، ويحرر يا سيدنا، ويشهد عنك يا أبويا الصالح. أرجوك يا رب، ما عندنا غيرك يا رب يسوع. جايين أنت الطبيب العظيم الشافي المخلص الفادي. أشكرك يا رب، جسدك اللي كسرته على عود الصليب آخذا أحمالنا وأثقالنا وأسقامنا وأمراضنا، وأعطيتنا في قيامتك حياة أبدية، محبة كاملة، غفران كامل، شفاء كامل يا سيدنا الرب. في اسم الغالي يسوع أنا واثق بجلداتك، واثق بجراحاتك، واثق بدمك. كل مرض يختفي ويزول الآن من وسطنا. كل إيد إبليس يا رب وضعها على أخواني وخواتي، تنشال إيد إبليس من المكان يا سيدنا الرب. تأتي قوة الرب وشفاء الرب على مرضانا يا سيدنا الرب. أنت تعرفهم بالاسم المرضى يا سيدنا الرب. لك كل مجد وكرامة في ابنك المحبوب يسوع، آمين. خلينا بروح الصلاة وإحنا نرنم هالترنيمة. رنمها وأنت فرحان، ما أقول لك مكسور وأنت فرحان، ردمها. يا رب الشفاء لمسة حياة، استقبل بالإيمان لمسني بإيدك باسم الرب. أنت الإله، أنا أنت عندك إيمان. اشفيني اسم يسوع. لو هلمس توبك ما أنت الحنان، اطمع بالرب، اطمع بمحبته، الشفاء المس الثوبة كلمته. لمسة حياة تلمسني بإيدك، أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبك ده أنت الحنان. قل اشفيني يا رب، اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة والخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية. باسم يسوع الرب يتجول ويلمس باسم الرب يسوع المسيح. اشفي يا روح الله، اشفي باسم يسوع المسيح، باسم الرب يسوع المسيح. كل ضعف فيا اشفيني من الشهوة والخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني استقبل الشفاء، استقبل اسم يسوع. ندمان ومتوب طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع، اشفيني انا راجع ليك، جايلك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك بدم المصلوب، بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع، اشفيني انا راجع ليك، اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة
حزيني اشفي. هاليلويا. تعبت من الدكاترة اللي تروح لهم واللي تزورهم، أنفقت مالك، الانشورنس قام ما يكفي بسبب مرضك، هنا ببلاش، هنا ببلاش، ما تدفع لا انشورنس ولا فلوس. هنا أبوك موجود يريد يتلامس وياك ويا مرضك. إن آمنت حتى إيد يسوع تشفيك. هذا أنا أعرف إلهي ومختبره وشايف إيده وشايف عظمته وقوته وقدرته. فأرجوك خذ الشفاء واطلع وأخبر كم صنع الرب بيك ورحمك. حضورك حسب وعودك فرحت فيك بالقلوب. إيماننا بيك شفانا فيك نؤمن بوعدك المكتوب. قوة حضورك حسب وعودك فرحت فيك بالقلوب. إيماننا بيك شفانا فيك نؤمن بوعدك المكتوب. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. نعلن شفانا بمن أتانا وقد فدانا بنعمته. هو الصليب هو الجراح يسوع شفانا بجلدته. نعلن شفانا بمن أتانا وقد فدانا بنعمته. هو الصليب هو الجراح يسوع شفانا بجلدته. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. بك التحدي نعدي لأننا منتصرون. يسوع معنا أسد شفانا والفرح بيدنا ممنون. بك التحدي معك نعدي لأننا منتصرون. يسوع معنا أسد شفانا والفرح بيدنا ممنون. أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا، أنت هو الرب شفانا. حبيب سماني بحبه سباني، شفاني ولواني بظهره رواني. جذبني حبه لي أتي وعيني عليه. جلست بين يديه من وقت نساني. أدنو إليك ارتاح بالآن بالأفراح. يفيض دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك ارتاح بالآن
صليب الأغرار يفيض دمع العين حبا وليس جراح حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بأمره رواني جذبت حبه أتي وعيني عليه جلست بين يديه بوحدك سامي جمال يسوع فنان وقلبه كله حنان محضره ملآن بالجود والإحسان جمال يسوع فنان وقلبه كله حنان محضره ملآن بالجود والإحسان حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بضوره رواني جذبني حبه أتي وعيني عليه جلست بين يديه بوادي السامي شوقي يا ربي إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغى يا رضاك شوقي يا ربي إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغى يا رضاك حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغضبه رواني جذبني حبه إليك أتي وعيني عليك جلست بين يديك بوادي السامي أنت الملك الوحيد على الملك لنيسيك وعلى حساب دم الصليب على إبليس النصر أكيد أنت الملك الوحيد على ملكك لينا يزيد وعلى حساب الصليب على إبليس النار أكيد بالهتافات والتسبيحات منتصرين ومغريات رفع الرايات رايات النصرة بقلبي بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين ومغريات رفع الرايات رايات النصرة بقلبي ارفع اسمك يا ابن الله ده بسلطانك لينا حياة تحمل اسمك كل جبال تسبيحك من كل شفاء ارفع اسمك يا ابن الله ده بسلطانك لينا حياة تحمل اسمك تسبيحك من كل شفاء بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين وفوق
النصرة بقلبي، بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بقلبي. ليك القوة والسلطان، ليك بندع كل الألحان، وبروحك نرفع أنغام، اسمك يعلى في كل مكان. ليك القوة والسلطان، ليك بندع كل الألحان، وبروحك نرفع أنغام، اسمك يعلى في كل مكان. بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بقلبي. بالهتافات والتسبيحات داخلين حروبنا منتصرين، وبأغنيات رفع الرايات، رايات النصرة بقلبي. آمين. يا رب يسوع أشكرك من أجل الشفاء اللي نلناه بالإيمان. أشكرك أنك كل عطاياك صالحة ومرضية. يا رب واضعين يا رب جسدك ودمك اللي رح نتقدم له ناخذه يكون شفاء لأجسادنا وأرواحنا يا سيدنا الرب. أشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. آمين. اسمك يا رب يسوع. سلام يسوع لكل الأحباء الحاضرين بهذا المكان. نسكب قلوبنا نصلي ونطلب كلمة من عند الحاضر بيننا والذي هو معنا والذي هو فينا، شخص الرب يسوع المسيح. قل للرب جاي لهذا المكان ليعلن مجدك في حياتي، قوة حضورك في سلوكي. تعطيني يا رب النعمة لكي أعيش لمجدك وامتداد ملكوتك. تعطيني البركة يا رب من بركاتك وغناك في المجد لكي يعلن نصرتك أيها السيد. إلهي المبارك، نصلي من كل قلوبنا بهذا المساء افتقاد جديد لحياتنا، لخدمتنا، لإعلان مجدك في المكان وفي كل مكان. تعطي ألسنة كرازية لمجدك وامتداد ملكوتك. تعطي ألسنة مصلية لكي تفتح أبواب السماء وتمطر بركات على شعبك. تعطي يا رب بالفعل أرجل للبشارة والكرازة في وسط هذا العالم المظلم. إلهي المبارك، غطينا بدمك واجعل يا رب الكلمة تكون يا رب للبنيان ممسوحة بالروح القدس بجمرة نار قدسك، تخترق يا إلهي المبارك في قلوب لحمية لتأتي بثمار لمجدك وإعلان ملكك في المكان، باسم يسوع له كل المجد. آمين آمين آمين. في اليوم نتكلم عن موضوع شوية مواضيع مهمة، بس قبل ما بلش، من يعرف العائلة؟ ما موجودة، ما حد يعرف. قيصر وزوجته وثلاث بنات. من عندكم الثلاثة؟ بس هذا الفكرة اكو مقطع دورت عليه، ما بحثه، فراح اعطيها بحث الاخ غسان هو يكمل البحث هذا. هي كلمة الملح والزاد ما غزر ولا فات.
دورت على انه اطلع من جدتي هذه المقوله، فيا لا يطلع مطرب الملح والزاد ما قصر ولا فاد الملح والزاد. فإلى أن وصلت إلى قصة، يقول لك قصة تراثية اجى المثل من عدها الملح والزاد لا فاد لا غزر ولا فات. فالقصة هي الرجل وكان عنده 3 بنات، فاجى على بناته شلون ما يجون يقول له باباتي ايش قد تحبيني؟ فيسأل بناته بهذا السؤال. فواحدة كبيرة قالت بابا أنا أحبك بقد الشمس. قال له شنو المحبة الكبيرة؟ الوسطانية جاء عليها، هذيك الوسطانية قاعدة بابا ايش قد تحبيني؟ قالت له بقد القمر أحبك. اجى على الصغيرة قال لها بابا انت ايش قد تحبيني؟ قالت له انا احبك مثل الملح والزيت. قالها تسعتي للملح والزيت؟ هو الملح يعني فشي ما كل الدنيا غسان ملح والزيت. المهم راحت الايام وجت الايام، كبر الاب. وشو تعرفون احنا عايشين بمجتمع، هذا المجتمع من يكبر والبنات تتزوج كل واحده تروح البيت اهلها، الاب وين صار؟ صار بدار الرعايه، ما حد ما يسال عليه. يريد تجي له وحده من ذول البنات، قال ما كله تجي لي هاي اللي تحبني بقد الشمس. فكل ما يخابرها مشغوله 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 وين رجلها. فتحول على منو؟ على ام القمر. يا ام القمر خابريني، ولا لا ام القمر ولا ام الشمس تسال عليه. بس هذيك ام الملح والزيت اخذت واحد فقير وما يعرف وين صار بها الدهر. بس هو اسمه يوميا يجي لاكل، وحده تجي تجيب لاكل وتروح. فيوم من الايام زميدها قال لها انت ما تقولي لي شلون تجيبي لاكل؟ فقالت له نزعت وجهها قالت له بابا هو اني بنتك الصغيره اللي قلت لك حبي لك ملح والزاد، فعمري كله ما راح انسى لك اياه، يوميا يجيب لك الاكل لحد يمك. فمرات هوايه احنا لا تبكي، ما قامت تبكي. مرات هوايه الامر ياثر بحياتنا بانه بالفعل الملح والزاد ناقص. بس جاب الملح والزاد اليوم على الواضح. راح اقول لكم شغله واحده مهمه. تعرفون هاي الصوره اللي عايشين بالخمسينات وبالسبعينات، هاي صوره ما ليش هاي من كانوا يلزمون ولد يطهروه، الختان. هاي كانت بالبتاوين بس حولوها بعدين. بس الفكره من هذا الختان هو العهد. الختان من اجى؟ من العهد. العهد شنو العهد؟ تعرفون شنو العهد؟ العهد كلمه عبريه تعني بريت، وهو عهد رسمي بين طرفين. وهذا الطرفين انه اغلب العهود اللي صارت كانت الله مع الانسان وليس انسان مع انسان. ولهذا السبب احنا ناخذ عهد بالزواج، هو العهد الذي لا ينفصل، وليس ناخذ عقود. ولهذا السبب في اكو امر مهم جدا نفهم اليوم من كلمه عهد. احنا نكسر العهد ونكسر العقد، بس اكو شخص ما يكسر العهد. ولهذا السبب الله هو المؤسس لهذا العهد. تعرفون كم عهد موجود بالكتاب المقدس؟ اكو عدة عهود راح نجي عليها، هاي رئيسية وتذكرها ولا تنساها. اول عهد يسموه عهد الله مع نوح. لشنو هذا العهد؟ هذا العهد ضمان عدم تكرار طوفان. كان صار طوفان والرب قال له لا اسمع، هذا القوس قزح اللي ياخذوه المثليه هو هذا عهد الله، حولوه. لكن كلون واحد وما يحطوا به القوس قزح. هذا هو عهد الله مع الانسان، بانه انا ما راح اهلك الارض مره ثانيه بالطوفان. والعلامه كانت قوس قزح، والهدف هو اعلان رحمه الله للبشريه. عهد الله صار يسموه عهد مع ابراهيم. عهد ابراهيم شنو هو؟ يقول لك انه يا ابراهيم راح تكون عندك نسل بقدر من البحر. شنو هذا؟ بركه لجميع
الأمم يكون نسلك. وهذا العهد علامته كانت الختان. الهدف ماله تأسيس شعب الله وبدء خطة للخلاص لكل البشرية من نسل منه؟ من نسل إبراهيم. بدأت الخطة، بدأ الخط اللي راح يكون علاقته من التكوين إلى الرؤية. ولهذا السبب إجا وراء عهد الله مع منه؟ مع موسى. شنو هذا العهد؟ ايش كان؟ هذا العهد أعطاه الرب أنه تنظيم العلاقة بينه وبين الشعب. بيش؟ بالوصايا اللي أنزلها، لوحي الشريعة. هاي تنظيم العلاقة. دير بالك لا تسوي هالشكل، سوي هالشكل، كون عندك هالشكل. فهاي تنظيم العلاقة. والهدف ماله أنه إعلان قداسة الله وضرورة الطاعة وتأسيس نظام عبادة وكهنوت. هذا كم عهد صار؟ واحد عهد ياهو، عهد مع نوح. اثنين عهد مع منه؟ إبراهيم. ثلاثة عهد منه؟ موسى. رابع عهد تعرفون؟ عهد الداودي. عهد الداودي شنو هو؟ تعرف هذا عهد داودي؟ تأسس انه أسس بيت داود إلى الأبد. إلى الأبد شلون راح يجي؟ هسه راح نجي عليه. مجيء ملك أبدي من نسله. مع هذا هو إعلان ملكوت الله وتمهيد لمجيء المسيح الثاني ملك اللهم. هذا عهد يسموه عهد الداودي. العهد اللاخ أغلبيتنا ما نعرفه، أغلبيتنا، بس راح أقول لكم إياه. العهد يسموه عهد الجديد. العهد الجديد وين؟ وين؟ هذا عم نحكي عن مجلة اسمها، عم نحكي بالكتاب المقدس. عهد اللاخ وين؟ عهد الجديد وين؟ مع منو؟ لا، شوفوا، مو مع يسوع. عهد الجديد هو كان عهد مع إرميا. شوفوا إرميا، هذا العهد الجديد يقول لك في إرميا، يقول لك عهد الله بالعهد الجديد بوضوح الطاعة. عهد بوضوح أعطى الله هذا العهد. شوفوا بالآية جبتكم: ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل مع بيت يهوذا عهدا جديدا. شنو هذا العهد الجديد؟ أجعل شريعتي وين؟ في داخلهم واكتبها وين؟ في قلوبهم. فإذا العهد الجديد أعلن من منه؟ من النبي إرميا. ولهذا السبب الوعد هو تحويل الشريعة اللي كتبها الرب بعهد الموسوي إلى كتابة أخرى وين؟ بالقلوب. هذا عهد يسموه عهد الجديد اللي مذكور بإرميا. والهدف ماله تمهيد كان لمجيء الرب يسوع المسيح بغفران الخطايا. وهذا تحقق، راح يتحقق هذا الوعد بلوقا وراح نجي عليه. شوفوا، امتداد لكل العهود اجى الرب يسوع المسيح. المسيح يعلن بالعشاء الأخير اللي اليوم احنا نتذكر موته وقيامته. هذا الإعلان هو قال له هو هذا هو العهد الجديد. وين رجع؟ رجع إلى إرميا. احنا مرات نقرأ بس ما نعرف، يعني أبانا احنا هسه دي أسس عهد. لا لا، هذا هو عهد كان موجود أعلن إلى بسفر إرميا. والرب يسوع المسيح من وقف قال هذا هو العهد الجديد بدمي. راح أسويكم العهد ياهد اللي راح يكتب بقلوبكم، هذا راح يصير بدمي، راح يطبق هذا العهد. ولهذا السبب بلوقا العهد الجديد يحقق كل الوعود. ليش؟ عهد مع نوح خلاص شامل، كان خلاص شامل المن. تتذكرون نوح؟ كل من يدخل الفلك يخلص من الهلاك. وهذا هو عهد الله إلنا، كل من يدخل في المسيح يقود إلى خلاص كامل. اللي دخل الفلك خلص من إيش؟ من الهلاك. وهذا هو راح يتحقق منه؟ تحقق بالرب يسوع المسيح. نسل إبراهيم كل الأنساب راح تجي من نسل يسوع المسيح، تحقق بيسوع المسيح. ما عدا هذا شريعة موسى، كل الوصايا اللي موجودة بشريعة موسى تحولت من الناموس إلى النعمة والحق بشخص الرب يسوع المسيح. الملك الداودي، العهد الداودي تحول من ملك كرسي إلى ملك أبدي بمن؟ بشخص المسيح.
واخر شيء العهد الجديد، قلب الجديد بإرميا تحول وين؟ انختم بحلول الروح القدس في يوم الخمسين على كل من يؤمن بشخص المسيح. هناك سكن الروح القدس، من يسكن الروح القدس صارت الشريعة اللي كانت موجودة على الألواح صارت في قلوب المؤمنين الذين يؤمنون وين؟ في المسيح. هذا هو الأحد. يا أيها القديسين الأفاضل اللي موجودين قاعدين بهذا المكان، من التكوين إلى الرؤية أكو أمر مهم جدا. هذا الأمر كل عهد من الكتاب المقدس اللي ذكر هو خطوة لخطة الله للخلاص، وكل عهد يحمل إيش؟ علامة. وأنتوا علامتكم شنية؟ أنتوا علامتكم شنية؟ حلول الروح القدس، تغيير. هذه هي سكاب الروح القدس. ولهذا السبب شوفوا اكو امر مهم بعهد ابدي مستمر من كل العهود اللي ذكرتها. انا ذكرتكم اساسيات العهود. اكو عهد من العهد القديم الى يومنا هذا الى ان يجي الرب، هذا مرتبط ويا من؟ مرتبط ويا كل العهود. يعني شايف هذا العهد ما يصير اذا ماكو بهذا العهد. هذا العهد الداودي ما يصير اذا ماكو بهذا العهد. العهد الموسوي ما يصير اذا ما يكون هذا. العهد الجديد ما يصير اذا ما يكون بهذا العهد. لا شلون عهد قوي؟ تعرفون هذا العهد شنو؟ هذا انا من قريته عبالك اول مره اقرا، ولهذا السبب سويت وعظ عليه. هذا العهد هو مبدا ابدي بعهد الملح. انا اقول ما بين جو الملح والزاد ما غزر، طلع موجود بعهد ملح موجود في سفر اللاويين 2 من 11 الى 13. اكو عهد الرب وضعه، وهذا العهد ضروري انه يكون في كل تقدمه تقدمها. اذا ماكو بعهد ملح انت ما مقدم ذبيحه. وبشنو؟ بشرط هذا العهد، اكو شرط. ولهذا السبب دا اقول لك انا مرتبط بكل العهود اللي الرب وضعها، انا مرتبط بهذا العهد. هذا العهد اللي راح نقراه هسه لازم تفهم الرب من انت جاي وتقدم ذبيحه، لازم تكون ذبيحتك ايش؟ مملحه بس خاليه من مكان. ولهذا السبب تقدر تقدم ذبيحه، لو بيها هذا الشيء ما تقدر تقدم ذبيحه، ما يكون اكو عهد. وراح نجي عليه. خلونا نوقف نقرا وبعدين نشوف الرب ايش يريد منا. لاويين 2 وعددي وانت كلمات قدامك تقراها هسه وتقراها بالبيت وقول له للرب بالفعل كلمني لانه كلامك هو حق. تقول كلمة الله: كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصطنع خميرا، لأن كل خميرة وكل عسل لا توقد منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب، لكن على المذبح لا يصعدن لرائحة سرور. وكل قربان من تقدماتك بملح تملحه، ولا تخلي تقدماتك من ملح عهد إلهك على جميع قرابينك تقرب ملحا. آمين. فهمتوا شيء من العهد؟ قراءة هي. كل تقدماتك، كل تقدماتك. شو تريد تقدم اليوم؟ جاي تصلي؟ جاي تسبح؟ جاي تقدم عطايا؟ جاي تبشر؟ جاي تنصح؟ جاي تحقد؟ جاي فلان؟ جاي خلي اي انت جاي اليوم. ليش جاي؟ كل تقدماتك اللي انت جاي تقدمها يا اما تكون بيها خميره فانت ما راح تصعد على المذبح، بس لازم تكون خاليه من يعني شغله العسل. قلت يا خميره افتهم العسل ليش؟ بس طلع العسل اكو شغله به، لا الخميره
ولا العسل تخليها بتقدمتك اللي انت تقدمها. يعني والتقدمه وين تكون؟ احنا وين قلنا العهد؟ بالقلب، صح؟ العهد مالك هو بالقلب، فالتقدمه اللي انت راح تقدمها بالتسبيح، بالصلاه، بكل ما انت تسويه بالكنيسه وخارج الكنيسه، انت تقدماتك وصنعتك للرب لازم تكون خاليه من شغلتين. شنو هي شغلتين؟ الخميره والعسل، وتكون مرتبطه بمن؟ بالملح. ليش؟ تعرفون ليش؟ لانه العهد الملح هو عهد لا يكسر. ليش لا يكسر؟ لانه العهد الذي يعتبر الثبات والامانه بالملح والاستمراريه بالملح، الملح لا يفسد. قرايبنا كلهم بالقدامى ما كان عندهم مجمدات، ايش كان عندهم؟ كان عندهم يا سرداب بستوقه وملح، يملحون ويحطون، من يحطون الملح والشغلات لا يجي لها الهواء ما تفسد، صح؟ وهذا السبب، هذا السبب انه العهد يعلن علاقه بالله ليست علاقه مؤقته، بل محفوظه، مطهره، مكرسه، مقدسه. الملح من ينحط على اي اكل راح يحفظه، ولهذا السبب يقول تقدمتك اللي تقدمها ملحها. يعني شنو؟ يعني احفظها، احفظها وهي محفوظه بعهد من عندي إلك. وهذا الشيء اللي الرب يريده اليوم من عندنا. هذا النص بين الممنوع وبين المقبول. الممنوع شنو هو؟ الخميره، والمقبول شنو هو؟ الملح. الفارق التاريخي راح نعرفه ليش ذكر الملح والعسل، وليش ذكر انه لازم تتملح تقدمتك. مبدئيا الخميره رمز للفساد، الملح رمز للعهد. الخميره تنفخ، صح؟ والملح يثبت، يطهر. شوفوا دول المبدئين. المبدأ الأول اللي يتكلم كان بالشرق القديم الخميرة كانت تستعمل رمزا للحياة والنمو. الشريعة الموسوية صار رمزا للفساد. ليش؟ تعرفون ليش؟ في الطقوس الكنعانية طلعتها، في الطقوس الكنعانية كانوا يمارسون شغلة واحدة، كانوا يحطون الخميرة والعسل يقدمان للآلهة كرمزا للخصوبة. الخميرة والعسل كانوا يحطوها رمز للخصوبة، لآلهة الخصوبة اللي كانت موجودة بالطقوس الكنعانية والبابلية. ولهذا السبب إعلان الله لهذا الأمر، قال أنا أنفصل على كل تقدمات اللي كانت تقدم للآلهة وكانوا يستخدموها منه عبادة الوثن. أنا ما أقدر أستخدم هاي العبادة مع عبادة شعب إسرائيل، ففصلها. لا الخميرة ولا العسل تقدم بعبادتي يعني، لكن تخلون الملح. فهمتوا على ليش الخميرة والعسل؟ مرات هواية من تمشي مثلا تشوف شغلات موجودة بعبادات وتجيبها وتدخلها بيتك. أنا داخل هواية بيوت، ومن أدخل البيوت دائما أركز بالأمور اللي أنت مدخلها ببيتك. فمرات هواية بدون معرفة أو بمعرفة نجيب لنا مثلا فيل. هذا الفيل اللي تجيبه الصغير أغلب البوذا يقدموه ذبيحة قدام بوذا. شايفين الفيالة ولا هذه؟ فأنت جايبه مسوي لي بيتك بوذا كله وجايب الزرع هذا اللي يسموه اللايك، اقول له جود لايك مو جود لاك. من يعرف جود لاك شنو؟ حظا اوفر، حظا جيد. نحطه بالبيت. احنا نحط امور وندخلها لبيوتنا بدون ما ندرس شنو هذا اللي مدخله لبيتك. يا انت شو مدخل بيتك؟ في وقت من الاوقات كنا بالاردن، جاب لي مدرس، لا هو ما كان، ما اعرف مدرس كان اسمه، جاب لي الكليه قال لي هاي هديه لك، مو قسمه كذي، قال فلوريدا جبتها من مصر وما اقدر اطلعها ويا الامريكا لانه اولا ثقيله، وثانيا اللي يعتبروها من الاثار يعني. اهرامات جاب لي 3 اهرامات ذهبيه تخبط. جبت الاهرامات وجبتها للبيت وين حطيتها؟ فوق التلفزيون. حلوه وغاليه، وجيت خليتها فوق الاهرام. ما بيشيل الاهرامات، ما بيش.
جالي منه مدرس لاخي جت زيارتي البيت فبابا عشق قال لي فلوريد؟ قلت له نعم. قال لي تعرف هاي الاهرامات الحاطه؟ قلت له حلوه تريدها؟ اعطيك واحد ما اعطيك لا خوف ولا خفرع، اعطيك منخرع. قال لي قال لي لا خوف ولا منخرع ولا هذه. قلت له ايش بيها؟ قال هذه بيها رموز، وبالفعل بيها رموز. قال لي هاي الرموز هي صلوات مقدمه لاله الوثن اللي كان يعبدوه الفراعنه. فمن جد ابوع بها راح تشوف الاسماك والشكل وكله منقش. النقش ماله هي صلوات مقدمه المن للالهه، وانا وين حاطها؟ حرد بها زين ادبها هاي بالزبي الغاليه تعطيها الواحد هم يقول لك. فالفكره ايش؟ لفيتها ما دبتشت، لفيتها وحطيتها يعني ذبيتها بالزبل. الفكره ايش؟ انه مرات هو اذا انت سمعت بانه هذا الامر بعلامه استفهام يضرب بيتك، مثل ما تدخل بيوت تحط صلبان ويحط لي 7 عيون بصفه. قلت له لو الصليب لو 7 عيون، وحده من الاثنين. انت لو يعني 7 عيون قول لي هاي 7 عيون مال عين لا انظر، والصليب قول له هذا الصليب يحفظني. فحاط صليب ليحفظه وحاط 7 عيون من العين، فيا عين زرقاء خضراء. تفهمون قصدي؟ نقوا منكم الخميره العتيقه اللي تكونوا ايش؟ عجينا جيدا. وهذا الشيء اللي رب المسيح هنا شبه تعاليم الفريسيه بالخميره. تعرفون مشكلتنا دي نعيشها احنا بهالايام، عندنا خميره، والخميره تعرفون شنو هي؟ تعاليم فريسيه تدخلها مع كلمه الله، فراح تصير ايش؟ كلمه المملحه اللي موجوده بالكتاب المقدس عدو الخارجي يحط لك بها ايش؟ يحط لك خميره يضرب المملح اللي موجود بحياتك. شلون تحس بها خميره؟ تعاليم ضد كلمه الله. تعرفون العجينه ايش كبرها؟ عجينه تعجنوها الكبرى قد تحط خميره قدها خاشوقه مال الشاي تحطها وين؟ فوق الطحين. تشوف العجينه النفخه توقعت، اذا النفخه تقول لك هو هذه قورك حايبله. يا باشا لها علاقه؟ انا برد اعرف الخميره اللي تنفخ ليش رجلها يحبها؟ مو انت شنو ربط؟ ما ابحث عليه اخوي غسان هذه. شنو الربط مالها انه العجينه اذا فارت رجلها يحبها واذا ما فارت؟ هنا احنا هالشكل، صدقوا احنا هالشكل. احنا من نكون مملحين بالرب يسوع المسيح يجي لك واحد يذب لك ايش؟ يذب لك خميره يفسد المملح مالك. بس شلون تكشفه؟ تجي وياه تحكي وياه تقول له يابا ترى ما يصير هالشكل، راح يقول لك ما تاثر، هي حبايتين ثلاثه. هاي الحبايتين هاي الثلاثه اللي انت مدخلها ببيتك واللي انت حاطها بحياتك راح تضرب حياتك 100%. والرب يقول لك نقي. تعرف شنو نقي؟ يعني شيل كل خميره موجوده تاثر بالتملح اللي موجود. الرب منطيك اياه بالعهد. يعني واحد ما اقدر ادخل بالعمق عمق لانه هوايه راح يزعل. بس الفكره صدقوني هوايه من عندنا مع كل اسف جايبين مو خاشوقه صغيره، جايبين كيلوات مال خميره حاطين ببيوتنا او بحياتنا ونستخدمها ويا من؟ نستخدمها ويا الملح اللي الرب واضعه بحياتك. والرب يقول لك دير بالك، نقي، شيل الخميره، لانه اذا بقت الخميره ويا حياتك راح تضرب حياتك المملحه. يفسد. ليش يقول لك؟ اي انه يخترق التعليم الصحيح ويفسده. في الفصح يزال كل خميره، كاعلان ان الشعب ينفصل عن حياه العبوديه وحياته القديمه. لازم تفصل. اذا ما فصلت بين القديم والجديد راح يكون عندك ايش؟ خميره موجوده تفسد ايش؟ وشنو الخميره؟ تعاليم الزايده اللي انت مدخلها وين؟ ويا كلمه الله. واي تعاليم تضرب كلمه الله وانت ما تحسون بها. اللي ما يحس بها لانه ما يعرف الكتاب المقدس. اذا عرفت الكتاب المقدس ما راح تخلي خميره موجوده بحد. بس اذا
اذا تعرف الكتاب المقدس وحده خميره اذا جتي راح تطلعها، تقول هاي ما تدخل ويا الكتاب، طلعها خارج، شيلها من الكتاب لانه هذه ما تدخل بالكلمه. عمد نحكي على احنا كلنا الى فوق، كلنا بموازيننا وين؟ الى فوق. الرب يقيمنا ونقوم من الاخطاء اللي نقوم بها. بس دا احكي على موضوع مهم، هو خميرة الفريسين، يعني تعاليم اللي انت تجيبها من برا وتدخلها وين؟ بحياتك، ومن تدخلها بحياتك تضرب المملح اللي موجود به. وشون نقيسها؟ بكلمة الله. الانجيل هو الحل اللي يفرز منك كل تعليم. يجي لك واحد يقول لك هذه يعني انتم مصلون بهذا، قول له حبيبي عندنا كتاب مقدس، جيب لي بالكتاب المقدس. اني غلط، حلو، قس فلوريد اليوم وعظه غلط، كلش حلو. ده جا واحد قال لي قسيس انت وعظ شكو بيه، من تجي علي راح تقول لي هذا الكلام اللي قلته بخروج 12 واللي قلته مثلا في متى 16 واللي قلته في 1 كورنثوس، هذا ما موجود بالكتاب المقدس. او الرب يقول نقوا منكم خميره العتيقه لتكونوا عجينا جيدا كما انتم فطير. بعدين يا المسيح شبه، هو دي شبه، مو انا دا شبه، ولا هو تعليمي ولا تعليم كنيسه، لكن الرب يسوع هو دي يقول لك دير بالك من التعاليم، من الخمير. خميره شنو؟ تعاليم الفريسيه خميره. ولهذا السبب لازم نفهم بانه المبدا الثاني هو اللي يمنع الخميره تدخل، اللي يمنع حياتك من الخميره هو الملح، اللي يعطيك ثبات، اللي يعطيك طهاره، اللي يعطيك قداسه، اللي يعطيك نعمه امام الاخرين. شوفوا الملح في الشريعه مرتبط بالحفظ والثبات، ولهذا السبب ميثاق ملح دائما امام الرب، دائم امام الرب بسفر العدد عدد 18. اما تعلمون ان الرب اله اسرائيل اعطى الملك لداود بعهد ايش؟ ملح. شفتوا داود؟ عهد، شنو العهد؟ عهد ملح باثنين اخبار. هذا العهد يشير الى الثبات وعدم الفساد. في العالم القديم هذا الملح اللي بدنا نحكي عليه هو كان يعطي انه شلون يكون احنا عندنا وعود مع الناس ان تشترك بطرق الملح المائده، ويصبح الملح غير قابل للكسر. يعني من يقعدون سويا ويحطون ملح بالعهد القديم بالقعدات، من يقول من تجي تقعد ويملح، يعني اني وياك عهدنا ما ينكسر. تفهموا قصدي؟ ولهذا جبت لكم مثل الملح والزيت ما قصر ولا فات. طلع عهد انه من احنا كنا نقول في شغله يقول لك ملخه وما، يعني بالاكل يقول لك ملح زايد حتى لا تسمع، حتى يغزر، مو حتى يغزر. واحنا ما نعرف من وين جايه. ما يقول لك حط ملح زايد بلكي بيخزر بيه، حط ملح زايد، وحطينا ملح زايد الغسان طلع بيه ضغط وانجلط ومات، صدق غزر بيه. ما جتي انه بالفعل الملح من نخليه من كان اكو عهد، يعني بيني وبينك لا يكسر هذا العهد. زين بالعهد الجديد المسيح قال انتم ملح. منو قال انتم ملح؟ الرب يسوع. يعني شنو الملح؟ يعني عندكم ثبات، عندكم طهاره، عندكم قداسه، بيش بكلام المسيح وليس كلام الفريسين. ولهذا السبب بولس قال ليكن كلامكم كل حين بمن؟ بنعمه. بيش مصلحا؟ بملح. يعني من تقروها تذكروا الوعظه. تقول لك الملح جاب، هو طلع الملح عهد ابدي من لاويين الى سفر الرؤيا. الملح طلع عهد، طلع عهد، وهذا العهد عهد ابدي. يعني ايش؟ يعني بنعمه وبقداسه وبطهاره وبثبات. كل تقدماتنا اذا ما يكون بها ملح يملح، يعني شوف كلامكم ليكون ايش؟ كل حين بالنعمه مصالحا بايش؟ بالملح. يعني ايش؟ يعني يكون عندك نعمه، يكون عندك طهاره، يكون عندك نقاوه، يكون عندك صدق من تحكي ويا ناس، مو تحكي
بالتوائيات. ليش؟ إذا يعلن العهد الجديد إنه الخميرة ممنوعة، ترمز لكل فساد في العبادة والرياء، والملح مطلوب يذكرنا بأن العبادة لا تقبل إلا الطهارة. المسيح نفسه هو التقدمة الكاملة بلا خميرة، هو الرب وحده بلا خميرة. عبرانيين. ما عدا هذه تحققت وعود ملح العهد، لأنه هو الضامن للعهد الجديد الأبدي. فهمتوني بالأخير؟ الرب يسوع المسيح هو نفسه بلا خمرة، يعني بلا خميرة، بلا خطيئة، طاهر، ونفسه هو الملح، هو الضامن العهد. شنو ضامن العهد؟ هو ضمن العهد، يعني هو اللي ضمننا. لازم تفهمون هذه النقطة. الضمان مو بالإنسان لكن بمن؟ بالله. ضماننا ليس بشخص. أنا ماكو واحد يجي يضمني، لكن اكو واحد ضامني. تتفهمون قصدي؟ يعني الفكرة من تجي تقعد بهذا المكان وانت جاي تعبد الرب، الرب هو اللي ضامنك، وليس قس فلوريد ضامنك ولا كنيسة. كان يحكي ويا شخص يقول لي يعني انتم الكنيسة الانجيلية انتم بيدكم الخلاص والبقاء. اقول له خلاص بالكنيسة الانجيلية كانت خلصت. الخلاص ليس بكنيسة يا احباء ولا بعقيدة. الخلاص هو بشخص الرب يسوع المسيح. هو الخلاص، هو الضامن من به، إذا كان أرثوذكسي، كاثوليكي، مسلم، بوذا، كل من يؤمن في المسيح كان الخلاص بدمه. ويعلن إيش؟ هذا الإعلان هو إيش؟ هذا الإعلان هو تغيير حياة. إذا ما كان حياة بالإنجيلي، بالأرثوذكسي، بالكاثوليكي، بالبوذا، بالمسلم، ما راح يكون عنده حياة مملحة بشخص المسيح. هؤلاء الخمسة هم معرضين للهلاك، وهؤلاء الخمسة هم لهم حياة أبدية بمن؟ في المسيح يسوع. ينتقلون هؤلاء من الموت إلى الحياة بمن؟ ذكروا كلام كل الزين. في المسيح يسوع هناك حياة أبدية لكل الذين يقبلونه. كل من يقبل المسيح رب ومخلص لحياته راح إلى الحياة الأبدية. بس هذا القبول أكو نقطة تحول بحياته. ماكو نقطة تحول، أكو خميرة وأكو عسل بحياته. بس نقطة التحول هو الملح، والضامن هو الرب يسوع. ولهذا السبب خلاصة حكينا، اللي نايم يقعد أحلاميته ده. حياتنا الروحية ايش هي؟ حياتنا الروحية يجب أن تطهر من خميرة الخطيئة والرياء، ولا نشتبه بالطقوس الوثنية الفاسدة. يعني روح دور بيتك، دوروا بيوتكم وافحص بيتك، هل اكو خميرة حاطها ببيتك؟ طلعها، طلعوها. مهما كانت صغيرة تأثر روحيا بذاك البيت. لا تقول وقيسها. شوف أقول لك، قيس الخميرة اللي موجودة ببيتك مع كلمة الله. هل هي هذه اللي انت حاطها ببيتك تناسب كلمة الله؟ إذا ما تناسب لفها وذبها خارج بيتك، لأنه إذا بيتك في نفس الوقت يجب أن تكون مملح بالنعمة، أي ثابتة في عهد المسيح والقبول. بين الخميرة والملح نكشف أن الله لا يريد مجرد طقوس، بل حياة مقدسة نقية ثابتة تشهد للعهد الأبدي في حياتنا. آمين. بنعمة الرب يعطينا نعمة عهد أبدي، تكون حياتنا مملحة بمن؟ بالروح القدس. آمين. وهو ينقي الخميرة، يشيل الخميرة اللي موجودة بحياتنا. خلونا نوقف ونصلي ونتقدم إلى مائدة الرب بهذا الوقت.
ممكن خلونا نوقف شوية نصلي قبل ما نتقدم إلى مادة الرب. إذا كان يوجد أي خميرة بحياتك قل للرب جايين أمامك نعلن توبة حقيقية أمام جلال قدسك، تنزع يا رب كل خميرة وكل عسل موجود، وتملح يا رب أجسادنا نفوسنا وأرواحنا أمامك بعهد أبدي مملح بالروح القدس. تسكب سكيبا أيها السيد في حياتنا وتجعل حياتنا يا إلهي المبارك مرضية أمام جلال قدسك، تضيء بنورك وقوة حضورك ومجدك فينا. تعلن يا إلهي المبارك بأنك أنت هو وليس سواك. تعطينا يا رب من روحك نعمة لكي نعيش في وسط أزمات هذا العالم، قوة لكي نخترق أبواب الجحيم ونخطف نفوس لمجدك. يا إلهي المبارك قوي أرجلنا وألسنتنا لنخبر الآخرين بموتك وقيامتك من بين الأموات، وأعطيت نصرة لكل من يأتي إليك. يا رب قدسنا بشخصك وامنحنا يا رب بالفعل أن نتقدم إلى مائدتك مستحقين أن نقف أمامك. يا رب يسوع كل من يتقدم يكون له الرجاء والثقة بأنه هو شخص مخلص بالدم المسفوك على عود الصليب، شخص له الثقة بالإيمان بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، لأنه يسوع أعطانا أن نكون أولاد وليس عبيد، أن نكون مفديين وليس هالكين، أن نكون معه في كل حين وليس في الظلام وصرير الأسنان. يا رب قدسنا، ملح حياتنا وملح كلماتنا وملح سلوكنا بالملح بالروح القدس، ولاسمك نعطي مجدا من الآن وإلى الأبد. وكل الشعب يقول آمين. خلونا نسبح إلهنا، وكل شخص يتقدم إلى مائدة الرب ينتظر ونصلي سوية حتى نكون سوية. قيصر سيناء أركانا وارتان وارتان يلا خلونا نقف ونتقدم إلى مائدة الرب بهذا الوقت. وعدك يقول لي أرشدك الطريق، عيني عليك. وعدك يقول لي أرشدك الطريق، عيني عليك. والآن كنت وجدت نعمة في عينيك، أرشدني الطريق. وجهي يسير فأريحك وأجيز جودي قدامك. وجهي يسير فأريحك وأجيز جودي قدامك. صوتك هو حاجتي، مجدك
هو غايتي، صوتك هو حاجتي، مجدك هو غايتي، فاملأ قلبي ونفسي وفكري بروحك، لأعيش دوما تحت أمرك، وجهي يسير فأريحك، وأجيز جودي قدامك، وجهي يسير فأريحك، وأجيز جودي قدامك. مبارك اسم يسوع. وانت واقف في مكانك صلي من كل قلبك، قل له يا رب كل خميرة وكل عسل لا يمجد اسمك القدوس تنزعه في تقدمتي أمامك، تكون يا رب مملح بالملح، مقبولة أيها السيد بالضمان الأبدي بشخص الرب يسوع المسيح. يا رب قدسنا، طهرنا، ثبتنا بشخصك. تقول كلمة الله في الليلة التي أسلم فيها يسوع أخذ خبزا كسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم. كذلك الكأس بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اشربوا كلكم منه. مبارك اسم يسوع وإلى الأبد رحمته. سبح إلهنا ونجمع عطايانا للرب. كل يوم عينك عليا طول الرحلة وفي المشوار، مطمن أنا مش وحدية، أنت معايا ليل ونهار. كل يوم عينك عليا طول الرحلة في المشوار، مطمن أنا مش وحدية، أنت معايا ليل ونهار. أنا ماليش غير أحضانك أجري عليهم وأتبع، من زيك تاني في حنانك مليانة رحمة ومحبة. أنا ماليش غير أحضانك أجري عليهم وأتربى، من زيك تاني في حنانك مليانة رحمة ومحبة. اللي مطمن قلبي وجودك، واللي مفرحني وغريني، فارق ظهري نبضي وعودك، مرفوعة على شخصك عيني. اللي مطمن قلبي وجودك،
واللي فرحني وغنيني فارق القهر بنبضي وعودك مرفوع على شمسك عيني أنا ماليش غير أحضانك أجري عليهم وأتخبى من سريرك تاني في حنانك مليانة رحمة ومحبة أنا ماليش غير أحضانك أجري عليهم وأتخبى من زيك تاني في حنانك مليانة رحمة ومحبة أنا متميز بس بسيرة ومليش أي سند في حياتي أنا ما أستاهل أبقى سفيرة وأعيش وأنت مدير خطواتي أنا متميز بس بسيرة ومليش أي سند في حياتي أنا ما أستاهل أبقى سفيرة وأعيش وأنت مدير خطواتي أنا ماليش غير أحضانك أجري عليهم وأتخبى من زيك تاني في حنانك مليانة رحمة ومحبة أنا ماليش غير أحضانك أجري عليهم وأتخبى من زيك تاني في حنانك مليانة رحمة ومحبة. مبارك اسم يسوع، لإلهنا كل المجد. الأحد الجاي راح يكون عندنا عرس سماوي جديد. منو صاحب العرس؟ يسوع. منو العروسة؟ هللويا. همزين يعني ماكو بس عندنا خادم من مصر راح يكون جاي، عنده الرب يعطيه نعمة وموهبة الشفاء لكل من، موهبة الشفاء ترى هي لكل مؤمن ها، بس مرات احنا ندور ورا اشخاص، بس هو الشخص موجود، هو يسوع، هو اللي يشفي، هو القادر ان يشفي كل مريض وكل، بس نقدر مثلا نكرز للاخرين، فراح يكون سبب وجودهم بهذا المكان عبالهم الشخص، بس هو يسوع موجود. فالرب يعطي نعمة وبركة انه يكون يومنا الأحد الجاي، راح ننزل اعلاناته، نشوف الرب ايش يتعامل ويانا بالايام القادمة. الأربعاء درس الكتاب لا تنسون اصحاح 6، وراح اذا رب اعطانا نعمة يخلص اصحاح 6. شد القسمه ما غيروا ليس نفس اسمه بعد. فالرب يعطي نعمة باسم يسوع. والأربعاء درس كتاب، والأحد الجاي راح يكون عندنا خدمة وكرزوا للآخر. احتمال سمعتوا يمكن وعد جديد اليوم، أو احتمال سامعيها، بس أنا متأكد بأن الرب كلم كثيرين، أنا واحد منكم يعني، مو بس البقية، بس من يكلمك الرب عرف نفسك بأنه محتاج إلى اتخاذ قرار وخطوة إلى الأمام، وهاي الخطوة راح ترفعك من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة، وتكون صلاتك مملحة، حياتك مملحة، خدمتك مملحة، وجودك بالمكان مملح، وكل ما تتكلم به يكون بالنعمة مملح باسم يسوع. آمين. لإلهنا كل المجد. خلونا نقف ونختم اجتماعنا بالصلاة الربانية. الله في السماء يتقدس
يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض وخبزنا كفافنا أعطينا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا لا تدخلنا في تجربة بل نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. يا رب يسوع تغطي كنيستك بروحك القدوس وتجعل النفوس ممسوحة بالكلمة المقدسة الحاضرة بيننا بروحك الحاضرة معنا والتي هي فينا. اجعل أيامنا مملحة بشخصك. نعمة ربنا يسوع، محبة الله الآب، شركة وعطية الروح القدس تكون وتدوم معنا يا أخوتي إلى الأبد. آمين. الرب معكم. شلون